السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اكيد لعبت لعبة صابوي، الولد اللي بيجري وسط القطارات والظابط بيجري وراه والدهب في كل حتة. بس عمرك سألت نفسك ليه الولد بيجري وليه الظابط مش بيقف وهو بيهرب من ايه؟ لكن الحقيقة ان في ناس بتقول ان اللعبة دي مش مجرد تسلية، في وراها قصة مأساوية فيها موت وفيها دفن وفيها طفل مات قدام القطر. تعال نشوف الحكاية من أولها. كان في ولد صغير اسمه بيتر عايش في الدنمارك. ما كانش بيحب الكورة ولا الألعاب، كان بيحب الرسم على أي حيطة بيشوفها، إن كان في المدرسة أو البيت، حتى على هدومه كان بيحب يرسم عليها. الناس كانت بتشوفه شقي، بس هو كان شايف نفسه فنان. أبوه كان راجل عملي، ما كانش فاهم ابنه هيطلع إيه لما يرسم على الحيطان. بس في يوم الدنيا اتقلبت. الولد رسم لوحة ضخمة على حيطان المدرسة في عيد ميلاده. المدرسين شافوها واتصدموا، بس ده مش من الغضب، ده من الانبهار. المدرسين كلموا أبوه وقالوا له إن ابنك موهوب، الرسومات دي ما ينفعش إنها تتشال. الأب أول مرة حس إن ابنه مش مجرد طفل شقي. الأب خد بيتر وفتح له مخزن قديم في البيت وقال له ارسم هنا براحتك واعمله معرضك. وبيتر بدأ يحلم إنه هيكون فنان عالمي. وفي يوم عيد ميلاده العاشر حصل اللي محدش كان متوقعه. بيتر خرج لوحده ومعاه سبراي وراح محطة القطر ورسم لوحة كبيرة، لكن الضابط شافه وجري عليه، والولد خاف وبدأ يجري. قطر جاي وصوت فرامل والناس بتصرخ والولد بيجري، وخلصت الحكاية في لحظة. الخبر وصل للأب، والأم لما عرفت قلبها وقف وماتت هي كمان. والأب دخل مصحة نفسية وما كانش بيتكلم خالص. بس بعد شهور الأب قرر يخلد ذكرى ابنه. كان بيشتغل في مجال تطوير الألعاب، وقرر يعمل لعبة تحاكي اللحظة الأخيرة في حياة ابنه بيتر. ولد صغير بيرسم، بيجري من ضابط وسط القطارات، مفيش نهاية، بس في دايما هروب وكده كده هيموت. بس السؤال بقى، القصة دي حقيقة ولا مجرد إشاعة حزينة انتشرت؟ لحد النهاردة الشركة المطورة للعبة ما أكدتش أي حاجة، بس الناس حبت القصة وصدقوها وحسوا إنها ممكن تكون حقيقية فعلا. ولو دي أول مرة تسمع القصة اكتب لي في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.